المتحدة الأمريكية. معك الطفلة ماريا حنون من غزة. بدي أسألك سؤال وبتمنى يوصلك وتجاوبني. أنا كطفلة ناجية من حرب غزة، لو طلبت منك تخرج من بيتك ومن أرضك وتعيش بمصر أو الصين، هل توافق؟ أنا آسفة على ضحكتي، بس بالحقيقة أنت مش رح توافق. طيب إذا أنت بترفض، ليش بدك تخليني أنا أقبل من خروجي من بيتي ومن أرضي؟ مش على أساس أنتوا بلد الحرية حول العالم؟ عن أي حرية بتتكلموا وأنتوا بدكم تقيدونا بوطننا وشتاتنا؟ نصيحة رئيس العالم، اتحكم بكل العالم إلا بغزة، لأنه غزة هي العالم. الفيديو اللي انتوا سمعتوه دلوقتي للبنت الصغيرة اللي من قطاع غزة كلام جميل جدا، أكيد أهلها قالوا لها تقولوا حفظوه لها. البنت متربية في بيت عارف يعني ايه قيمة الوطن. الناس هناك عايشين في عيشة صعبة قوي بسبب صراع بقاله 70 سنة بين المحتل الكيان اللي اتوجد واتفرض في المنطقة كأمر واقع، وللأسف الشديد مسنود من أكبر قوة اقتصادية وعسكرية في العالم. الأحداث اللي حصلت في 7 أكتوبر 23 في ناس بتشوفها تصرف غلط، في ناس بتشوفها مقاومة. أيا كان انت شايفها ازاي، في واقع دلوقتي مفروض على العالم بمنتهى الظلم. الناس اللي عايشين في القطاع دلوقتي شايفين أهوال موت وخراب ودمار ونقص في الموارد، ومستحملين لأن دي أرضهم، مش هيسيبوها ولا يطلعوا منها. اللي بيهرب من وطنه وقت الحروب والصراعات بيبقى جبان، عمره ما هيبقى ليه ولاء في أي دولة بيلجأ لها أو بيروحها. لا، الواحد لو بلده أو وطنه اتعرض لحرب يعيش فيها ويموت فيها بشرف، ولا إنه يجري زي الجبان. أنا بحيي أهل غزة اللي متمسكين بأرضهم ومتمسكين بعرضهم وشرفهم، ومش هيفرطوا في الأرض دي علشان اللي ماتوا قبليهم في حروب أو في مقاومة ماتوا علشان يطهروا الأرض دي. حل الدولتين لازم هو اللي يتم، وده العدل. النهاردة وزارة الخارجية طلعت بيان بتندد فيه بالتصريحات المتهورة لبعض الوزراء في حكومة الكيان اللي عايزين أهل غزة يتهجروا، وابتدوا يلوحوا بأن هما هيستخدموا العنف بعد انتهاء الهدنة، وبيقولوا ان لازم يمشوا. اي فجر، اي ظلم، اي تطرف فكري وسياسي بيعملوه. اتمنى من الشعوب العربية وحكام العرب يفوقوا، والكلمة دي بعيدها في كل الفيديوهات قبل فوات الاوان. اللي متغطي بامريكا عريان واللي فاكر نفسه صاحب لامريكا يبقى للأسف لا بيقرأ في التاريخ ولا فاهم في السياسة ولا عارف طبيعة الأمريكان إن هم ملهمش صاحب، مصالح بس. بحيي الطفلة الفلسطينية، بحيي أهلها، بحيي كل الشعب اللي في غزة اللي متحمل علشان خاطر تحرير أرضه.